حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اهلا بيكم. لو اول مره بتشوفوني انا دعاء ودي قناتي. النهارده بقى يا جماعه عامله لكم كيكه البسيمه. بصي قد ايه هشه وخفيفه ولذيذه وطريه وجوسي جدا 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 من جوه. حلو كده بتعمليه سهل وخفيف وتكلفته بسيطه جدا جدا. ما بياخدش وقت ولا مجهود، وزي ما قلت لكم التكلفه كل الحاجات المكونات بتاعتها موجوده في كل بيت. ولما تيجي كده تاكلي منها بصي مش هتقدري توقفي اكل. بجد حلوة جدا جدا جدا، واي حد يقدر يعملها بمنتهى السهولة والبساطة. زيناها كده بقى بجوزة الهند من فوق. ويلا نصلي ونسلم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ونشوف المقادير والطريقة بتاعت الوصفة بتاعتنا النهاردة. اول حاجة هعمل الشربات. عندي كوبايتين من السكر، بحطهم كده في الحلة بتاعتي، وعليهم كوبايتين من المية، واولع عليهم البوتاجاز. واول ما يبدأ يدخل كده في الغليان معايا اروح نازلة على طول بعصير ليمونة. الليمون هو اللي هيخلي الشربات بتاعي يعقد. تمام، 10 دقايق بالظبط، وبعد كده بطفي عليه واسيبه يبرد علشان هسقي بيه الكيك بعد ما يخرج من الفرن. معايا بقى المكونات البسيمة: علبتين من الزبادي، وزن العلبة 105 جرام، يعني بالكوب المعياري كوباية زبادي، المج اللي هو بتاع الشاي اللي موجود في كل بيت. وعندي نص كوباية من السكر، وعندي نص كوباية سمنة، وأربع بيضات، وفانيليا، وباكت من البيكنج باودر، وكوباية من جوز الهند، وكوباية ونص من الدقيق. تمام. وبعد كده بقى بجيب بولة واحط فيها البيض بتاعي. سهلة جدا وما بتاخدش اي وقت، كلها ما بستخدمش خلاط ولا اي حاجة، بتتضرب بالايد في بمنتهى السهولة والبساطة بتتعمل. ومكوناتها زي ما قلتلك موجودة في كل بيت، يعني جوز هند ودقيق وسمنة وسكر وزبادي، حاجة كده سهلة جدا. بحط البيض وبحط عليه الفانيليا، وبحط معلقة صغيرة من الخل، بيساعد لي كده ان زفارة البيض ما تبقاش موجودة، وكمان بيخليها لي هشة اكتر. وبحط السكر وبضرب بقى البيض والسكر والفانيليا والخل كده مع بعض كويس جدا لغاية ما بدوب السكر معايا كويس. بعد كده بنزل بقى بالسمنة، نص كوباية زي ما قلتلك. الكوباية اللي انا بعاير بيها الدقيق هي اللي بعاير بيها الزبادي، هي اللي بعاير بيها السمنة، السكر نفس الكوباية نفس المج اللي انا قلت لكم عليه. بعد كده بنزل بكوباية الزبادي، يعني بحط المكونات السائلة كلها في الاول: السمنة، البيض، الزبادي، المكونات السائلة كلها بنزل بيها في الاول. واقلب بقى كده، اضرب الزبادي هي كمان مع بقية المكونات كويس لحد ما تختلط كده معايا. بعد كده بجيب بولة بقى فاضية وبنزل فيها بالدقيق، كوباية ونص دقيق بتاعتي، وعليها البيكنج باودر، وكوباية جوز الهند، وكمان رشة صغيرة من الملح، ذرة كده. واقلب بقى كل المكونات الجافة دي مع بعض، اخلط بقى جوز الهند مع الدقيق كويس جدا لحد ما يختلطوا كده، والبيكنج باودر كله مع بعضه كويس. وبعد كده اجيب بقى المكونات السائلة اللي انا كنت ضرباها اهي، بضربها تاني كده اتاكد ان كل المكونات مختلطة كويس مع بعض، واروح نازلة على طول بالدقيق والجوز الهند والبيكنج باودر اللي انا قلبتهم مع بعض، بنزل بيهم على خليط البيض بتاعي واقلب كده كويس. بصي هي بتتقل معايا بالشكل ده، ده قوامها زي ما انت شايفة معايا، ده القوام بتاع البسيمة بتاعتي. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بس كده اديها تقليبة كده بالسباتيولا، اتأكد ان كل المكونات اندمجت كلها مع بعض ومفيش اي حاجة لازقة في البولة بتاعتي. بجيب بقى صينية متوسطة، الصينية اللي معايا هنا مقاس 26. بدهن بقى الصينية بتاعتي كويس جدا جدا بالسمنة من كلها كويس، من الجوانب ومن تحت كده، علشان الكيكة بتاعتي ما تلزقش مني لما اجي اقطعها واطلعها تطلع معايا بمنتهى السهولة، زي ما انتي شايفة معايا كده بالشكل ده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بعد ما دهنتها كده كويس انزل بقى الخليط بتاعي في الصينيه بالشكل ده. شايفه القوام؟ زي ما بقولك هي قوامها بيبقى تقيل شويه، مش تقيل قوي ومش خفيف زي الميه، بس قوامها زي ما انت شايفه كده متماسك نوعا ما. انزل بقى بالخليط بتاعي كله بالشكل ده، وبعد كده
ما بخليش حاجة طبعا، كل المكونات كده بنزلها كويس بالسباتيولا بتاعتي كده تمام زي الفل. بعد كده بقى بخبط الصينية بتاعتي خبطتين كده علشان اخرج اي هوا موجود فيها، ودي خطوة مهمة جدا جدا عشان ما يحصلش فيه فراغات في الكيكة وما يدخلهاش كده، يعني ما تبقاش كبسة من جوه او كده، لا اي هوا موجود يطلع منها فتبقى هشة معايا وتبقى حلوة جدا جدا. الفرن بتاعي بكون مشغلاه مسبقا على درجة حرارة متوسطة 180، وبدخل الصينية بتاعتي وبسيبها. هي مش بتطول على فكرة، ما بتاخدش وقت خالص على في الفرن، يعني تاخدي بالك كويس هي مش بتطول. بتختبريها كده بسكينة او بعود خشبي، لو طلع ناشف يبقى كده استوت معاكي، لو لسه بتسيبيها كمان شوية. وده الشربات بتاعنا بعد ما خلص زي ما قلتلك، هي بتبقى سخنة وبسقيها بالشربات بارد. بصي قوامه لا هو تقيل ولا هو خفيف، قوام متوسط. الصينية بتاعتي اهي بقى طلعت من الفرن واخدت اللون الحلو ده. هبدأ بقى في ان انا اسقيها بالشربات. عايزه اقول لكم الكيكه دي بتبقى طريه جدا جدا وجوسي ومسكره كده ولذيذه، سكر مش السكر اللي يضايقك خالص، بيبقى سكرها مظبوط جدا حلو جدا. لا هي الحاجه المسكره قوي ولا هي الحاجه اللي ناقصه سكر، عارفين كده حاجه متوازنه جدا. وزي ما بقولك كده مكوناتها لذيذة وسهلة وموجودة في كل بيت دلوقتي، احنا في رمضان، فالزبادي الجوز الهند موجود والدقيق موجود في كل بيت، فيعني حلو سهل جدا جدا وفي حدود وفي امكانيات كل حد. بس كده بسقيها بقى بالشربات لحد ما تشرب الشربات، افضل اسقيها لغايه ما تكتفي كده ويبقى ايه خلاص مش عايزه تاني. يعني بعرف منين ان هي اكتفت؟ يعني طول ما بسقيها وبتشرب يبقى لسه عايزه تاني. خلاص. بعد كده بقى بعد ما بتهدى كده وتبرد واسيبها اغطيها واسيبها تبرد، ابدا بقى في ان انا اقطعها. تقطعيها بقى التقطيعه اللي انت عايزاها. وبصي بقى على جمالها، بصي وانا بطلعها قد ايه هشه وتحفة. طعمها قريب جدا على فكرة من البسبوسة، بس هي حاجة تانية يعني مختلفة شوية عن البسبوسة، بس هشة جدا جدا ولذيذة وطرية. بصي الهشاشة والطراوة اللي فيها، طراوة مش طبيعية. طعمها بجد في منتهى الروعة والجمال. عايزة اقولك لما تجربيها هتعجبك جدا جدا، ومش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود، وسهلة جدا جدا جدا. وكمان حلو اقتصادي جدا، يعني نقدر نسميه الحلو الاقتصادي، لانه بجد حلو ومش مكلف خالص خالص خالص. بصي عايزه اقولك لما تيجي تاكلي منها بجد مش هتقدري توقفي اكل، لانها هشه وخفيفه جدا جدا جدا. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناه. ويلا بقى جربوا كيكه البسيمه وقولوا لي رايكم في التعليقات. برش لها بقى كده كمان رشه من فوق كده من جوز الهند، بتديها كده شكل حلو في التقديم وكمان طعم كمان حلو جدا. يلا بقى باي باي، ونتقابل في فيديوهات جايه كتير مع بعض ان شاء الله. يلا باي باي يا حبايبي.